بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتي كل حياتي، واخيرا بصور لكم اهو من المطبخ. وحشني جدا مطبخي، وحشني جدا التصوير فيه. هتقولوا لي انت بتصوري مشتريات ليه بتصوري في المطبخ؟ لان انا عامله دي مخصوص عشان التصوير، فبرتاح جدا وانا بصور عليها عن اي منطقه تانية في البيت. المهم الفيديو النهارده مشتريات جبتها من اسكندريه، فتعالوا نشوف جبت ايه. اول حاجه كده اللي طلعت في ايدي، انا كنت في كارفور مع ندى اختي واخواتي زي ما صورتلكوا، فكنت محتاجه جدا اجيب الشمع ده اللي هو الشمع الصغير اهو. بيتباع كده في كارفور، مش عارفه كان ب19 جنيه حاجه زي كده. وجبت كمان معاه بتاعه الشمع دي، بصوا. وبتحطي جواها الشمع كده، وبترشي برفان كده فوقيها من فوق، او هي ليها ازازه زيت بتحطيها هنا وبتولعي الشمعة، فبتطلع ريحه حلوه قوي في المكان. انا زي الفواحه كده. تمام. طبعا هما كانوا محطوطين في كيس، بس انا كان عندي العلبه دي فحطيتهم فيها. الفواحه سعرها تقريبا كان 12 جنيه والشمع حوالي 19، واشتريتهم من كارفور. الحاجة التانية اللي اشتريت اللبس ده للبيت زي ما انتوا شايفين كده اهو، شكله على الصورة. عجبتني جدا، فجبت منها لون تاني مختلف اهو، اللون اللي هو الاسود في فوشيا. وزي ما قلت لكم الواحد سعره 200 جنيه. بيجامة تانية برضو جبتها للبيت صيفي، بنطلون اهو، البنطلون لونه بينك كمان. التيشيرت بتاعها ابيض في بينك كده زي ما انتوا شايفين، ودي سعرها كان 90 جنيه تقريبا على ما اتذكر يعني. والقماشة بتاعتها حلوة خفيفة شوية، تنفع ايه للصيف. لبس الخروج لما رحت اجيب لبس مع دنيا اختي، لقيت لقيت ده عجبني جدا، وانا لبسته وصورته لكم في المحل. كنت مختاره واحد كشمير الاول وبعدين جبت ده. لقيت ده حلو قوي وعجبني، حلو قوي. لو لابسه بنطلون مثلا ضيق او عليه حاجه قصيره شويه، اروح لابسه ده عليه لان هو طويل طويل كده لحد تحت. تمام. وده سعره كان 95 جنيه من نفس المحل. اشتريت من عنده الباديهات دي، حلوة قوي، جميلة جدا 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 في اللبس. بصوا بتتمط كده، مش يعني مريحة حتى وانتي لابساها. البادي ده سعره 55 جنيه، حلو قوي بكم. اشتريت منه كذا لون، اشتريت ده واشتريت الاسود. انا لابسه الاسود اهو تحت اهو، لابسه الاسود بيدفي جدا، القماشه بتاعته جميله. وجبت كمان اللي هو لونه ازرق ده، وحلو قوي ان هو طويل، على فكرة طويل طويل جدا مش قصير اهو. وكمان جبت منه اللي هو القط، بيبقى قط كده اهو، وفيه هايكول، حلو قوي وطويل زي ما انتوا شايفين. وده سعره كان 50 جنيه تقريبا ده 55 ابو كم، وده 50 جنيه. واشتريت منه واحد تاني لونه بني بس نسيته عند ماما، نسيته هناك. جبت ايه كمان؟ لما رحت كارفور مع اخواتي كان في عرض على التيشيرتات بتاعت الاطفال دي اهي. التيشيرت ده ب30 جنيه، جبته من كارفور. القماشه بتاعته قطن وحلوه قوي، والولاد لبسوها يعني، اتلبسوا واتغسلوا والحمد لله مفهومش اي تغيير. انا قلت هغسلهم الاقي الالوان بتاعته باظت، بس لا، الوانهم حلوه زي ما هي اهو. وجبت ده كمان، دولت بتوع انس، ده بتاع انس وده كمان بتاع انس. جبت 2 لانس و2 ليوسف.
لقيت سعره رخيص بصراحة، يعني هو تقريبا كان سعره 75 ولقيته نازل عليه عرض ان ب30، فعجبني جدا. يوسف بقى بيحب اللبس اللي هو بتاع الجيش اللي فيه الشكل والالوان دي، فاخترت له ده اهو. واخترت له واحد تاني لونه ابيض في احمر، بس برضو نسيته عند ماما، في حاجات كتير نسيتها عندها بصراحة. كمان اشتريت لأنس دفاية اهي. الدفايات دايما بلاقيها طالعة للبنات، المرة دي لما لقيت للولاد فاشتريت لهم اهي. لونها حلو قوي، بصوا اللون بيفكركم بالبيجامة بتاعت زمان اهو. ومن جوه كده القماشة بتاعتها مهير وبتدفي حلوة قوي. ده البنطلون بتاعها، وده كده التيشيرت بتاعها من فوق. ودي سعرها تقريبا كان 120 جنيه على ما افتكر يعني اهي. ولبسوها برضو وغسلتها وجميلة زي الفل. جبت كمان دفاية ليوسف اهي، دي شكلها حلوة قوي، لونها كده كحلي في ابيض في احمر، جميلة. عجبتني جدا الدفايات اللي هي بتاعت الولاد، بس بصراحة ما لقيتش غير هما 2 بس اللي كانوا موجودين، لو كنت لقيت تاني كنت جبت اهو. ودي كمان حلوة قوي ودفتهم بصراحة. ودي برضو كانت نفس السعر بتاعت انس، 120 تقريبا. جبت الجانا كمان اهي، بتاعت جانا مرسوم عليها هالو كيتي كده، ولونها ازرق في ابيض، ولونها جميل قوي. مش فاكره دي بصراحه سعرها كام اهي. والبنطلون بتاعها، هي دفايه كده قطيفه جميله من بره ومن جوه، حلوه قوي. الاسعار بصراحه في اسكندريه حلوه. اللبس يعني هتقولوا لي غالية، ممكن تكون غالية عشان انتوا موجودين في البلد، لكن انتوا لو عايشين هنا في الصعيد هتلاقوا الاسعار نار. عندنا هنا غالية لان في الصعيد هنا بيروحوا يجيبوا اللبس والحاجات دي من المصانع بقى، من اسكندرية او من القاهرة، فعبال ما بتيجي هنا بيحطوا عليها سعر زيادة وبتتباع اغلى. فهنا عندنا بصراحة الاسعار غالية جدا. اشتريت كمان الكاش مايو ده اهو، عبارة عن زي عباية كده نص كم، مفتوحة كده من هنا، من على نص الكم بتاعها. عجبني كده لونها، الوانها جميلة قوي بالورد اللي فيها ده، حلوة قوي، تتلبس برضو في الصيف، وهي كده طويلة شوية ومفتوحة من هنا من الجناب، حلوة قوي برضو في البيت. طلعنا من لبس البيت، بصوا بقى اشتريت ايه. اشتريت فوط للمطبخ، دي لقيتها بتتباع في فتح الله ب26 جنيه. هما 4 فوط، وعايزة اقول لكم الفوط بتاعتها تقيلة وحلوة قوي. انا جبتها قبل كده، مش اول مرة اجيبها، عجبتني فجبتها تاني. كمان جبت من فتح الله المسن ده، بيسنوا بيه السكاكين. استنى اوريهولكم. المسن ده ايه اللي خلاني اجيبه، انا مكنتش مقتنعه بيه اصلا. وانا عند ماما وانا بعمل الاكل لقيتها بتقولي سني السكينه بالمسن ده، فجيت اجربه الصراحه لقيته تحفه، وسن السكينه كويس جدا، فقلت لها لا عجبني فانا هجيب زيه. اهو السكينه مش تحطيها كده وتضغطي بايدك اهو وتسحبي كده مرة 2 3 بتلاقي السكينة بتاعتك بقت حامية جدا. وسعره 25 جنيه، هاتوه على ضمانتي، حلو قوي. اللي هو الشكل ده اللي انتوا شايفينه، مش عارفة ايه، مش عارفة ماركته ايه، بس هو الشكل ده، عشان في نوع تاني اصغر منه كده مش حلو، انما ده حلو قوي بصراحة. كمان اشتريت العلب بتاعت الفشار دي، عجبتني قوي للولاد. الواحدة ب7 جنيه ونص، يعني الاتنين ب15 اهو. اشتريت 4 ب30 جنيه، وليهم غطا كده اهو، حلوة قوي، خصوصا بقى لو رحنا بره مثلا فاروح واخدالهم الفشار فيها او التسالي وكده، شكلها جميل جدا. تمام. كمان جبت المشابك دي، بس مش دي اللي انا جبتها، يعني بصراحة ماما اللي جايبها لي. السنة اللي فاتت لما جيت اشتريهم كانوا بيبيعوا ال3 ب10 جنيه، المرة دي بقوا يبيعوا الواحد ب10 جنيه، يعني الاتنين ب20. الاسعار رفعت. المهم المشابك دي حلوة قوي، لو شفتوها هاتوها، بتمسك البطاطين حلو جدا، مهما طيرها الهوا ما بتقعش، وبتمسك السجاد برضو جميلة قوي.
فانا عندي 3 وماما جابت لي 2 اهم منهم. كمان كنت محتاجة اجيب شرابات لان ولادي احسن ولاد يضيعوا شرابات في الدنيا يعني. كنت واخده لهم شرابات وانا رايحة اضيعوها، فاضطريت ان انا اشتري من هناك عشان يلاقوا شرابات يلبسوها. كمان اشتريت دول ازازة الزيت دي، بصوا شكلها لطيف، جميلة قوي، عجبتني جدا وحبيت لونها، هتليق على الرخامة يعني. ودي سعرها كان 39 جنيه، دي ازازة الزيت. واشتريت كمان ازازة الخل، اهي لونها ابيض وعليها الورد ده، نفس اللون ده، اللون اللي هو البوستاج او اللون الاخضر ده او الفسفوري، مش عارفه اللون ايه بالظبط. وبرده سعرها 39 جنيه، ودول اشتريتهم من رنين. كمان اشتريت اللعبه الحلوه دي، مش عارفه اسميها ايه، مش عارفه لعبه ولا ايه ولا حاجه للديكور، بس بجد كنت هموت عليها، مش عارفه كنت هموت عليها واجيبها. من امتى بقى؟ من ساعه ما كنت بتفرج على فيلم نهر الحب. الفيلم ده قديم جدا، بتاع عمر الشريف وفاتن حمامة، وكان جايب لها حاجة زي كده هدية، نفس زي دي كده هدية، عبارة عن بيانو بيطلع موسيقى وباليرينا كده بترقص. فاستنى اشغلها لكم عشان تشوفوها. اهي، هي اولا مش بحجارة ولا باي حاجة، هي ليها زنبلك كده من ورا اهو، بتلفيه كده تمام. بعدين تفتحي البيانو وتحطي الباليرينا كده عشان ترقص، وبتثبتي البيانو كده اهو. وبعدين عشان تشغليه تروحي فاتحه الغطا ده كده. بتعمل موسيقى حلوه جدا، تهدي الاعصاب، تخلي اعصابك كده هاديه وعايزه تنامي. بحبها قوي يعني. اول ما شفتها ما صدقت لقيتها فاشتريتها على طول. سعرها غالي، سعرها ب165 جنيه، بس كنت متردده اجيبها عشان سعرها. بقيت ماسكاها اللي هو اجيبها ولا ما اجيبهاش، وسبتها. وبعدين رحت للباب خلاص طالعه من المحل، بعدين رجعت لها تاني وقلت لا هجيبها، انا كان نفسي اجيبها من زمان بصراحه. ناس كتير دلوقتي تشوفني تقول لي ايه التفاهه دي، بس بجد انا عيله قوي في الحاجات دي جدا يعني. حبيت ان انا ان هي تكون عندي كده لما اكون متعصبه ومتجننه، اشغلها واسمع الموسيقى بتاعتها واعصابي كده تهدى، واشوف الباليرينا دي وهي بترقص. باقي المشتريات يا بنات كمان اللي اشتريتها، اشتريت الشنطه دي لان لما كنت مسافره كنت واخده معايا شنطه بيضه اللي شفتوها في بدايه الفيديو اللي هو بتاع السفر ده. فللاسف ايدين الشنطه اتقطعت، اللي هي البيضه ما استحملتش فايديها اتقطعت. فجوزي كان مسافر معايا ساعتها وعطاني فلوس، قال لي ايه هاتيلك شنطه، لان هو عارف ان انا بحب الشنط جدا. وانا عندي الصراحه شنط سودا، عندي شنط سودا تناسب المناسبات وشنط سودا ساده، بس هو اعطاني فلوس يعني بما انه كنت تعبانه، قال لي دلعني شويه، فاعطاني مبلغ وقال لي هاتي بيه شنطه، لان هو عارف قوي ان انا بحبهم جدا جدا. من الحاجات اللي بعشقها هي الشنط. هي لونها كده اسود في بني زي ما انتوا شايفين اهو. الايد بتاعتها بني واليد اللي هي الكروس بني، وفيها من هنا كده سوسته من قدام للموبايل او للفلوس. كمان بصوا بقى شكلها من جوه عجبني قوي. هي فيها من هنا كده جزء، بس الجزء ده من غير سوسته، لا بكبسونه كده، بيتقفل كده بالكبسونه اهو، بيتقفل بالكبسونه كده، وفي النص هنا في سوسته بالشكل ده، انا حاطه فيها حاجات، وفيها كمان سوسته صغيره من جوه. تمام. كمان هنا برضو في كبسونه تاني، الجنبين دول فيهم كباسين. عجبتني جدا في حكايه الكبسونه دي، عجبتني ان هي متقسمه لكذا تقسيمه وكبيره، وحلوه قوي ان هي لو فاضيه بتبقى منفوخه كده وبتبقى ثابته مكانها. دي سعرها كان 335 جنيه. الجلد بتاعها جلد طبيعي وحلوه قوي، والماركه بتاعتها اهي، ده اسم الماركه بتاعتها.
الماركة بتاعتها اسمها جوسي ومكتوب عليها ميدن ايطالي من تحت كده بالمحفورة يعني. تمام. انا لما كنت في اسكندرية وجوزي وداني هناك، هو عارف قد ايه انا بحب الشنط، هو شغله في القاهرة، فلما راح القاهرة راح خان الخليلي ولقيته جايب لي الشنطة دي من هناك او البورتفيه، شكله حلو قوي، جابهولي اسود كده في جريف ابيض عشان يليق على كل حاجة. عايزة اقول لك ربنا يخليك ليا يا رب، تعيش وتجيب لي. اهي هي جديدة يعني ما فتحتهاش بصراحة. النوع ده انا جبت منه قبل كده، كنت مسافرة انا وجوزي قبل كده للدكتور اللي في القاهرة، فعجبتني الشنط دي فاشتريت منها ليا والماما ولاخت جوزي ولسلفتي. فهو لما راح المرة دي عارف يعني ان انا بحبهم، فجاب لي كده واحدة اهي، ودي اليد بتاعتها كده شكل ايه سلسلة حلوة قوي. ودي سعرها كان 75 جنيه، مع اني انا في الصيف لما رحت اشتريتها كانت ب55. المرة دي هو جابها لي ب75، معرفش ليه بقى، مش عارفة سعرها بقى غالي ليه. من ضمن المشتريات برضو اللي انا جبتها من اسكندرية، جبت البولات دي. انتوا عارفين ان انا بعشق البولات ازاي. عجبتني البولات دي ان هي صغيرة، هستعملها في القناة، في التوابل، في البهارات، هتنفعني في حاجات كتير في تقديم الاكل. ليها يد كده زي السلطانية، شكلها حلو قوي. وجاية كده مربعة، في منها مدور وفي منها المربع ده، وسعرها رخيص. سعر الستة دول ب20 جنيه اهو. الستة دول كده على بعض ب20 جنيه، فانا اشتريت علبتين، فانا اشتريت 12 واحدة زي ما انتوا شايفين اهو، اتنين والاتنين نفس الشكل. وجبت الماما منهم بس الشكل المدور، انا خدت اللي هي المربعة. من ضمن الحاجات برضو اللي اشتريت البوكس بتاع المفاتيح ده اهو كده زي ما انتوا شايفين. جبت البوكس ده بتاع المفاتيح، بيتحط جنب الباب عشان تعلقي فيه المفاتيح، وانا بصراحة من اكتر الناس اللي بتضيع المفاتيح، فحبيته قلت احطه جنب الباب لما اجي طالعة او خارجة اعلق المفاتيح هنا. وكمان في زي باب كده من جوه ليه برضو مفاتيح، وبيتقفل بالشكل ده. وده كان سعره 35 جنيه. اشتريته من محل المهندس اللي انا جبت منه البولات، انا صورت لكم المحل ده، سيبه لكم تحت في صندوق الوصف. كمان اشتريت دول حلوين جدا جدا، حبيتهم قوي للديكور. عبارة عن سبت كده زي سبت العصافير، بيتفتح كده، ممكن تحطي جواه شمع، بس لو هحط جواه شمع هشيل من عليه الدانتيلا دي عشان ما تتحرقش. وهو معدن، هو حديد كده معدن زي ما انتوا شايفين. وسعر الواحدة كانت 20 جنيه، فانا اشتريت اتنين، حبيتهم جدا، قلت للديكور واحط جواها كده شمعة يكون شكلها حلو قوي. من ضمن الحاجات اللي انا جبتها بقى تضحكوا عليا، اشتريت المشابك دي اهي، عبارة عن مشابك كده صغيرة، بصوا شكلها كيوتة خالص اهي، حلوة جدا. حبيتها قوي. قلت مثلا لو بصوا هي بتستعمل في الصور، يعني ممكن تعملي حبل صور كده وتعلقي عليه صور، في عيد ميلاد، في مناسبة، تعلقي عليه حروف، بينفع في الحاجات دي. بس انا جايباه عشان حاجات تانية خالص، جايباه مثلا عشان كيس رز، كيس مكرونة خلص مني او اتبقى منه شوية، بصوا، او كيس المكرونة اتبقى منه شوية، اروح تانية الكيس كده واروح قافله بالمشبك، اللي هو المشبك الصغير ده، شكله صغير ومش هياخد مكان في نفس الوقت. عجبني جدا الكيس دوت، سعره 25 جنيه، وفيه كميه مشابك كبيره اهو زي ما انتوا شايفين، عجبني قوي. اشتريت ال3 معالق اللي هما الخشب دول، سعرهم كان 21 جنيه، وليهم زي علقه هنا لو هتعلقيهم منها. حبيتهم قوي المعالق الخشب دي، قلت استعملها في الاكل، والخشب بتاعهم النوع اللي هو الزين. من ضمن الحاجات برضو اللي اشتريتها من فتح الله ووريتها لكم انا في فيديو، كان جولة كده مع اخويا، اشتريت الكتاب ده اللي كاتب صاحب الكتاب اسمه نصر التهامي. الكتاب حلو جدا، انا ما قريتش منه كتير، يعني قريت منه حاجات بسيطة، بس هو بيتكلم عن الزواج وازاي تكوني سعيدة، وبيتكلم في الدين، يعني كله عبارة عن احاديث، وبيتكلم عن السيدة عائشة وحاجات كتير من دي. يعني حسيت ان هو هيفيدني قوي، انا بحب اقرا الكتب في وقت الزهق يعني. فجبت الكتاب دوت، مش عارفه والله سعره كان كام، هو مكتوب عليه للبنات فقط، انا مش عارفه ليه للبنات فقط، بس لما اقراه هقول لكم ايه رايي فيه.
كمان اشتريت الليفه دي من فتح الله. كنت جايبه واحده زيها من فتح الله بصراحه السنه اللي فاتت في الصيف يعني، فحبيت ان انا اغيرها فجبت واحده تاني نفس اللون برضو، لان الحمام عندي لونه موف في اوف وايت، فحبيت قوي اللون دوت، ومعاه كده قلوب سفنج بترغي وبتبقى حلوه قوي. ودي تقريبا سعرها مش عارفه كان 12 جنيه حاجه زي كده. من ضمن المشتريات برضو اللي حبيت اجيبها الحوامل دي اللي بتتحط على عين البوتاجاز، علشان مثلا لو بتعملي شوية قهوة ولا حاجة الكنكة ما تتقلبش، لاني عندي حوامل البوتاجاز بتاعتي واسعة، فما بعرفش احط كنكة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، ما بعرفش احط كنكة كده، لا بلاقي الكنكة اتدلقت او وقعت، ما بتبقاش مظبوطة على الحامل. فاشتريت الحوامل دي بتتحط كده فوق الحامل بتاع البوتاجاز. جبت 2 دولت مش فاكرة سعرهم كام، جبت 2 صغيرين وجبت 2 من الكبار دول. بس كده يا حبايبي، دي المشتريات اللي انا جبتها من اسكندرية. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.